خيرا. نتمنى أن يعيد ترتيب أوراق الاتحادية الجزائرية وأن يضع التغلغل في فيفا كأول أولوياته، لأنه هذا الأمر مهم ومهم جدا. لماذا؟ نعم، نحب نأكد لك أن اليوم أرسلنا رسالة رسميا للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب الجزائر لما أصبحت مجرد دمية في أيدي عصابة معروفة. أمين؟ أكيد هذا لأنه على الفاف وعلى مشاريع الفاف الجديدة المستقبلية أن تتماشى مع ما تصرفه الدولة ومع المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة وتبذلها منذ سنوات قليلة في تنظيم أكبر المحافل الرياضية والنجاح المبهر الذي حققناه في تنظيم كل هذه. هل هانت الكاف إلى هذه الدرجة؟ محمد أكيد أنت تعرف نحن في إفريقيا، وفي إفريقيا كل شيء ممكن وكل لكن هذا شيء مباح. اتحاد إفريقي يعني أمام أنظار العالم. الفيفا تراقب كيف اهتمامات الفيفا. أكيد ترى سألوا صحافي جنوب إفريقي قال له أنت المقر تاع المكتب ديالك في مصر، يعني مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في القاهرة. لم يدخله سوى 3 مرات منذ بداية العهدة ديالو. رجل ثري جدا، رجل سياسي أيضا. واش جابوا اليوم كرة القدم الإفريقية؟ هناك مصالح أخرى يعني بعيدة عن كرة القدم وبعيدة عن تطوير كرة القدم وبعيدة عن معالجة مشاكل كرة القدم الإفريقية التي مازال ما براتش إن صح القول بممارسات قادرة مماثلة، أنك تمنح الشرعية لنادي نهضة بركان باش يلعب بخريطة مماثلة، وتعاود تأكد ذلك عن طريق لجنة انضباط وتأكد أنه اتحاد العاصمة هو المنهزم 3-0 وتجبره على لعب لقاء العودة. أمور مماثلة قلت لك ما زلنا نشوفها في هيئة ليست نظيفة إطلاقا، وهناك النفوذ من قبل أعضاء يسيرون هذه الهيئة كما يرغبون. هناك أعضاء مؤثرين جدا في لجنة التحكيم، ولقجع يسير لجنة المالية وهو نائب رئيس أيضا، كاين لوكوميل أيضا. يعني قلت لك أي مختطفة إن صح القول راهنة. أكيد هاي القرارات الأخيرة تؤكد ذلك. قضية اتحاد العاصمة قلت لك مفصلية، قد تقلب كل شيء في الاتحاد الافريقي. يعني هناك اتحادات في افريقيا تعاني ايضا الامرين، هناك اتحادات فرقها تعاني ايضا الامرين. يعني هي تنتظر هذه الفرصه من اجل قلت لك قلب الموازين. هذه القضيه ان شاء الله لو تنصفنا الكونفدرالي الطاس عفوا، أنا قلت لك ستحدث ثورة، لأنه ستكون خسارة كبيرة جدا للقجع ومن معه. نبدأه بقضية اتحاد العاصمة، ولكن سنتحدث عن أقمصة المنتخب المغربي للفتيات أقل من 17 سنة. تعلمون بأنه لعب اليوم أمام المنتخب الجزائري النسوي لأقل من 17 سنة مباراة الذهاب في إطار التصفيات المؤهلة لنهاية كأس العالم القادمة. كنا قد أطلقنا تحديا منذ قرابة 10 أيام أو 15 يوما، قلنا بأننا نتحدى الإخوة في المغرب إن كانوا يتجرؤون أو يجرؤون على وضع الخريطة الوهمية على قميص المنتخب المغربي عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الفيفا وتشرف عليها الفيفا. اليد الطويلة للمغاربة في الكاف ليست موجودة في الفيفا، لذلك آثروا هذه المرة العودة إلى العقل، العودة إلى المنطق، العودة إلى القميص الأصلي وعدم وضع الخريطة الوهمية. يميد، هل للفيفا قوانينها وللكاف قوانينها؟ ولماذا يتخبط الإخوة في المغرب تارة يضعون الخريطة عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الكاف؟ طبعا الأمور معروفة، ذراعهم طويلة هناك، بينما يخضعون وينزعون تلك الخريطة الوهمية عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الفيفا. نعم اكيد. لا اليوم لما تشوف المنافسات اللي تنظمها الفيفا في قوانينها لا لين 10 لين 6 اللي تقول لك يمنع منعا باتا حمل لي سلوغون بوليتيك تيريتوار او سكي روسومبل دان بيي تو، يعني خريطه ولا حدود ولا هذا الشيء ممنوع في القانون 10/3. دونك سي لا لوا 10 لين 6 اللي تقول لك هذا الشيء ممنوع. لذلك اليوم هو مجرد السير في فلك الفيفا، لانه الفيفا هي اللي تحكم. الفيفا كل القوانين المنظمة والمشرعة لكرة القدم في العالم أجمع تصيغها الفيفا عن طريق لجنتها القانونية المنظمة للمنافسات. بينما في الكاف اتحاد قاري يعتقد بأنه أكبر من الفيفا، ويسير ربما بالنسبة لهم يسيرون بقوانين تسير حسب الأهواء وحسب اليد الطويلة وحسب النفوذ.
مباراة بركان أمام اتحاد العاصمة واللاعب بخارطة المغرب الوهمية سيتي جوست الخارطة تاع المغرب على العين والراس، يعني كما يقول لك تلعب خارطه، لكن فيها خارطه هذيك الجميع يعرف باللي فيها اعتداء على دوله اخرى اللي هي الصحراء الغربيه، اللي هي محل تصفيه استعمار منذ سنه 1975. يعني هنا فيه اعتداء صارخ على الامم المتحده. وش على كل حال دوك نشوفوا نعيشوا في عالم ما فيهش قوانين وكانه قانون الغاب. لكن الاتحاد الافريقي يعتقد بانه في حرج كبير في قضيه اتحاد العاصمه امام مساءلات الطاس، لانه الطاس تحكم بالقوانين ولا تحكم بالنفوذ. قانون واضح وكل شيء واضح. من الاول كان عليهم ان لا يقبلوا تلك القمصان. قبلت تلك القمصان لعبوا بها في دول اخرى، اهلا وسهلا ومرحبا، لكن لما تعلق الامر بالجزائر، الجزائر رفضت دخول تلك القمصان. الشيء الاكيد لبعض التسريبات التي خرجت هذا الأسبوع حول قضية اتحاد العاصمة فيه تعتيم شوية حتى من إدارة اتحاد العاصمة، لا يريدون الحديث كثيرا، ربما هذا من حقهم لأنه قضية شائكة وماشي كل سمانة تقعد انت ماشي كل يوم دير بيان كل يوم تهدر. نو راهم يخدموا سور اون فاي دو روت اللي افيك دي زافوكا اترونجي اللي راهم مستكلفين بالقضية على مستوى الطاس. لا داعي للحديث كل يوم، يعني نتحدث لما يكون فيه أمر. أنا نفهمهم شوية دان كوتي. مع اقتراب موعد الجولة الثانية من نهائيات كأس الكونفدرالية الإفريقية، يتطلع معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان لاسترجاع لاعبيه المؤثرين في الوقت المناسب للمباراة ضد الزمالك. الزمالك المعروف بلقب الفارس الأبيض سيكون مضيفا للفريق المغربي في استاد القاهرة يوم الأحد، وذلك بعد أن حقق نهضة بركان انتصارا في مباراة الذهاب لهدف على أرضه. وينتظر الشعباني تقارير حول الحالة الصحية لثلاثة من أبرز لاعبيه المصابين لتحديد إمكانية مشاركتهم في اللقاء القادم والحاسم. وفي مباراة الذهاب غاب عن فريق بركان كل من يوسف الزغودي وأسامة الميلاوي اللذان يشكلان قوة ضاربة في الهجوم، بالإضافة إلى المدافع عبد الكريم بعدي. ويأمل الشعباني في تعزيز صفوف فريقه بعودة هؤلاء اللاعبين لتقوية خطوط الهجوم والدفاع في مواجهة الزمالك. وتنتظر المباراة النهائية تنافسا محتدما، حيث يسعى الزمالك للفوز باللقب في حين يحتاج نهضة بركان إلى التعادل فقط للتتويج.